كل ما اجي اسجل فيديو او اعمل برزنتيشن قدام ناس كتير الاقي الناس بتقول لي احنا حاسينك متوتر، اقول لهم والله ما متوتر، ده انا متحمس جدا. يقولوا لي لا حاسينك متوتر. انتبهت بقى من حاجه غريبه قوي، ان في اي لعبه رياضيه المراسلين بيسالوا الرياضيين نفس السؤال كل مره ويقولوا لهم حاسس انك متوتر قبل اللعب. الرياضيين بيجاوبوا زيي ويقولوا متحمس مش متوتر. اما تفكر ليه ده بيتكرر هتلاقي ان صفات التوتر ان ايديك تعرق، قلبك يدق، وبعدين تبتدي تتخيل المستقبل. وصفات الحماس نفس الحاجه بالظبط، ايديك تعرق، قلبك يدق، وتبتدي برضو تتخيل المستقبل. الاتنين من بره يبانوا نفس الحاجه بالظبط. السؤال هنا ايه اللي خلى المراسل اول حاجه تيجي في دماغه ان العلامات دي علامات توتر مش علامات حماس؟ الفكره هنا المراسل بيسال انت متوتر لانه بيفكر بدماغه، هو بيفكر بعقليه المراسل. لان فعلا المراسل كان هيبقى متوتر لو كان مكان الرياضي، انما الرياضيين دول اتعلموا يغيروا طريقتهم في التفكير ويقلبوا القلق والتوتر لحماس. وعشان كده كل الرياضيين ردوا بنفس الطريقه وكل الصحفيين سالوا نفس السؤال.